تقبل عائلتك أو ابنك يشاهد الأفلام اللي موجودة بهالتطبيق؟ هو أنت إيش خسران؟ نزل فلان تطبيق واربح ويانا آيفون 14. قبل لا تروج لأي تطبيق أو إعلان، تقبل عائلتك أو ابنك يشاهد الأفلام اللي موجودة بهالتطبيق؟ أكيد ما تقبل، لأن أنت اللي راح تكون مسؤول عنه. وكلنا نكتسب كل شيء من البيئة اللي عايشين بيها، ومن ضمنها اللغة والألفاظ. وأكثر المتأثرين بهذا الموضوع هم الأطفال. ليش؟ لأن بعدهم صغار، والصغير بعده خالي الذهن، لذلك تترسخ به الكلمات والأفكار. ومن جهة أخرى راح يتعود على هذه الأشياء لما يكبر عليها. ولازم ننتبه على أولادنا على شنو راح يكبرون. لذلك صناع المحتوى بمواقع التواصل ما ينتبهون لبعض ألفاظهم البذيئة ويعتبروها شيء طبيعي حال أي كلمة يقولوها، لأنهم تربوا من صغرهم على هذه الألفاظ بالبيت، بالمدرسة، بالشارع، بأي مكان آخر. فأنت من تسوي محتوى لازم تنتبه أنك متابع من فئات اجتماعية متنوعة وأعمار مختلفة، وأنت المسؤول عنه. فضروري جدا تنتبه لألفاظك ولإعلانك، ولازم تعرف أنك ممكن تكون مؤثر في شخص أو شخصين، فتحاول تستثمر بالصورة الصحيحة.